أسعد الله مساءكم بالخير واليمن والبركات. مساء الخير سيدتي الجميلة، مساء الخير صديقي العزيز، وكلمتين ونص وعلى السريع ويا رب يخشوا الدماغ. والنبي دلوقتي احنا عارفين طبعا اللي عملوه السعودية. طبعا السعودية ومصر حاجة واحدة لأن هم جناح الأمة العربية في أوبك. ده زعل مننا طبعا. مين ده زعل مننا؟ كلنا، الامريكان والبريطانيين وحلف النيتو كله زعل مننا وحطونا تحت التلسكوب. بمعنى ايه حطونا تحت التلسكوب؟ يعني الناس ازاي الناس دي بتتحدانا؟ وانتوا عارفين طبعا دي قوة عظمى والقصة يعني شغالة. الحرب بتاعت روسيا هم طبعا مش قادرين هيعملوا مع الروس حاجة ولا مع بوتين حاجة، فبالتالي عايزين ينقلوا الحرب للشرق الاوسط. طيب لما يجوا ينقلوا الحرب للشرق الاوسط، احنا عندنا جيوش الحمد لله رب العالمين بقت جيوش قويه. يعني احنا جيشنا ما شاء الله يعني بيعد من الجيش الثالث على العالم يعني. تمام التمام. طب يعملوا ايه؟ اقول لك يا سيدي يعملوا ايه. هم بيسخنوا شويه اللبراس اللي هم المفروض انهم مننا، انما هم لا مننا ولا احنا نعرفهم ولا هم يعرفونا، لان هم مش فاهمين حاجه غير ان عايزين الخراب بس للبلد دي. الناس اللي براس طبعا كلنا عارفين البورس اللي بيمشي على الحيطه ده اللي بنموته بالشبشب ولا بالجزمه. يشغلوهم ازاي؟ يعملوا معرفش ايه ويعملوا دوشه وقال يعملوا ثوره. المهم ان هم عايزين يشغلوا الجيش في قلب البلد عشان يقدروا هم يعملوا بقى الحركات بتاعتهم بقى ايه؟ لان هم جايبين اللي فيه مدمره، جايبينها غواصه بيقولوا عليها غواصه نهايه العالم، بقت في بحر العرب دلوقتي. بيهددونا يعني. الناس اللي عندنا الابراس مش فاهمه الكلام ده. هم سوق يا حماره هم ماشيين مع الحمير، سوق يا بهايم ماشيين مع البهايم. طب عايزين نقول لهم افهموا الدنيا ماشيه حوالينا ازاي عشان تبقوا فاهمين. عايزين تضيعونا مثلا؟ مش هنضيع. حلمكم حلم ابليس في الجنه، خدوا بالكم الكلام لو سمحتوا. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. اسعد الله مساءكم بالخير واليمن والبركات. تحياتي لكل الناس.